مساء الخير، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ايه رأيكم في الكيكة الجميلة دي؟ يعني كيكة هشة جدا فعلا، والشكل زي ما انتوا شايفين. يعني كيكة صيامي، كيكة البرتقال. من غير لبن، من غير بيض، بس النتيجة فعلا روعة في الجمال، يعني اجمل كمان من اللي فيها لبن وفيها بيض. بطريقة ناجحة جدا، بمقدار مظبوط جدا جدا، يعني دي فعلا انجح طريقة للكيكة الصيامي، والنتيجة بتاعتها فعلا بتكون روعة زي ما انتوا شايفين. شايفين الكيكة هشة ازاي، وشايفين اللون الجميل ده. يعني حد يقول ان اللون الجميل ده من غير بيض؟ ده غير ان الطعم والريحة بتاعتها فظيعة، حلوة جدا جدا بجد. هنعملها مع بعض بالمقدار المظبوط. فيلا بقى حطي لايك واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتيش، فعلي الجرس على الكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو بنزله. وتعالي ندخل نشوف عملنا الكيكة الجميلة دي ازاي. مقادير الكيكة بتاعتنا: معايا دول كوباية ونص من عصير البرتقال. البرتقال ده انا عصرته ازاي بقى؟ انا قشرته وقطعته كده حلقات، كده قطع صغيرة، وضربته في الخلاط كده زي ما هو، من غير مية خالص، فبيديني اللون الحلو ده كده بتاع العصير. ومعايا كوباية سكر، معايا نص كوباية زيت، معلقتين خل، رشة فانيليا، باكو كيك شيف، بشر برتقانة واحدة، دول معلقتين نشا. بس هنعمل ايه بقى؟ هنشيل من كوبايتين الدقيق، انا معايا كوبايتين دقيق، هنشيل معلقتين من الدقيق ونضيف بدلهم معلقتين النشا. تمام، عشان يبقى المقدار مظبوط. ورشة صغيرة من الملح، ومعايا كاكاو خام اللي هنزين بيه الكيكة بتاعتنا. يبقى هنا الكوبايتين بتوع الدقيق هنشيل منهم بالمعلقة كده معلقتين دقيق، وهنحط بدلهم معلقتين النشا. معلقتين النشا دول بقى ايه لازمتهم هنا في الكيكة؟ بيدوا قوام حلو جدا للكيكة، وبيشيلوا كمان منها التلزيق، يعني تلاقي الكيكة كده هشة وحلوة، مش بتلزق زي الكيكة اللي احنا ايه كنا متعودين عليها. فهنا حطيت بقى الدقيق ومعلقتين النشا وباكو الكيك شيف ورشة بسيطة من الملح، اللي هي المواد الجافة دولت، خلطتهم مع بعض. هنا الشفشق اهوت اللي انا لسه ضاربه فيه عصير البرتقال، حتى فيه بقية اهوت البرتقال. بعد ما انا ضربته كده عبرته كوباية ونص، ورجعته تاني في شفشق الخلاط عشان احط بقية المكونات. الطريقة دي في عصير البرتقال بتبقى حلوة، احسن كمان من اللي هو بالعصارة. يعني تقشريه وقطعيه كده قطع، هو كمان بينزل ميته، وتضربيه في الخلاط زي ما هو، بيديني اللون الحلو كده. وبعدين هضيف كل المكونات عليهم السوائل، يعني في شفشق الخلاط. انا حاطه هنا كوبايه سكر، هو بيبقى السكر ده كده مظبوط. لو بتحبي السكر زياده يعني زودي معلقتين 3 كده، لكن دي بالنسبه لنا يعني كويس. وهروح بقى ايه اضرب المكونات اللي هي السوائل دي في الخلاط. هنا ضربتهم بقى كويس جدا في الخلاط. شايفين بقى اللون الجميل ده؟ اللون ده بقى هو اللي هيديني لون حلو كده للكيكة. وطبعا في شوية ملاحظات كده، ان السكر اللي بحطه في الكيكة لازم يكون لونه ابيض، الزيت اللي بحطه لازم يكون لونه فاتح، ويكون زيت نوع كويس. كل الحاجات دي بتساعد في ان هي تديني لون حلو للكيكة، زي اللون اللي شفتوه كده في اول الفيديو. وحطيت هنا بشر برتقانة، يعني حوالي كده معلقة من بشر البرتقان. بتدي نكهة حلوة جدا للكيكة وريحة حلوة كمان. وهبدأ هحط بقى هنا في الدقيق كده شوية بشوية، واخلط بالمضرب كده السلك. والعصير البرتقال كوباية ونص، يعني النص مليان شوية، يعني زيادة شوية عن النص بمعلقة كده يعني. وهفضل هنا كده ايه هحط بقى كده الدقيق، واخلط المقدار ده كويس جدا لغاية الدقيق ده ما يختفي تماما. وطبعا زي ما متعودين، من اول ما نبدأ كده في الكيك بنكون مولعين الفرن. هنولع الفرن كده يسخن جنبنا لغاية ما نجهز صينية الكيكة بتاعتنا. شايفين بقى الكيكة حلوة، القوام بتاعها مظبوط، واللون بتاعها كمان مظبوط جدا. انا النهارده هعملها في الصينيه ديت، الفورمه دي كده بدهنها بقى كده بالزيت، وببدرها بالدقيق. لو ما عندكيش الصينيه دي اعمليها في اي صينيه عادي، مدوره، مستطيله. ممكن في القوالب اللي هي الفويل دي، الالومنيوم، القوالب بتاعه الانجليش كيك دي، عشان بحيث ما تقطعيها كده طرنشات، بتدي شكل حلو يعني. جهزت كده الصينيه بتاعتي، وهصب فيها الخليط.
شايفين يا جماعة لون الخليط عامل ازاي، فاتح كده ومنور كده وجميل. ده كده يدل ان الكيكة بتاعتك هتطلع معاكي لونها كده فاتح ولونها الاصفر الحلو ده. هصب هنا الخليط وهسيب منه حوالي يعني 3 معالق كده، اللي هعملهم بالكاكاو كده اشكلهم بيها. لو الخطوة دي مش عايزة تعمليها خلاص صبي خليط الكيكة بتاعك كله في الصينية، يعني لو مش حابة تشكلي كده شوية بالكاكاو. تمام كده في الصينية هي زي الفل. هحط بقى هنا حوالي كده معلقة. الكاكاو ده خام اسباني، كاكاو الخام الاسباني بيبقى طعمه حلو في الحلويات وفي الكيكات، بيبقى بيديني كده الطعم الحلو. بحط كده حبة كده وبخلطهم بالسباتيولا كده. طيب في المرحلة دي لو انت زودت بقى الكاكاو والخليط ده تقل منك هتعملي ايه؟ يكون جنبك بقى كده معلقتين عصير من البرتقال باقيين منك، او معلقتين مية او معلقة مية، يعني حاجة بقى تخف بيها الخليط ده لو في حالة انت كترتي كاكاو وتقل منك، فيا اما معلقة مية او معلقة عصير برتقال. وانا باخده كده بالسباتيولا كده وبحطه في النص بس داير ما يدور كده. انا مش عايزة الكاكاو يعني مش عايزة اشكلها كتير في الكيكة، انا عايزة في النص بس بحيث تبقى باينة جزء صغير كده، يعني تدي شكل حلو اكنها كده محشية. فالشكل ده بيتعمل كده، بتحطي كده جزء في النص بس داير ما يدور كده وتحطي فوقيه تاني. يعني انت كده عملتي الصف كده خلاص، لفيتي كده بالكيكة وفاضل معاكي خليط تاني، حطي فوقيه تاني، ما تحطوش في حتة تانية من الكيكة. انا مش عايزة اغطي على اللون الاصفر الحلو، فحطي بقية الخليط كله هنا كده عشان خاطر يوصل لحد تحت. بعد ما حطيته كله بالخلة الصغيرة دي كده او بسكينة رفيعة وبقلبه، مش بقلبه في الكيكة بحالها، لا انا بنزله كده لتحت عشان ينزل كده في الكيكة لحد تحت. وبدخلها على الفرن على الرف اللي في النص على الشبكة، ما تفتحيش عليها قبل نص ساعة. بعد نص ساعة بتفتحي عليها كده تلف الصينية تختبريها بالخلة كده، لو كانت استوت يعني الخلة طلعت نظيفة يبقى كده تمام استوت، لو طلعت مش نظيفة فيها عجين يبقى هتسيبيها في الفرن شوية كمان. بيدخل على الشبكة اللي في النص، وبعد ما يكونوا مسخنين الفرن بنروح نوطيها حاجة بسيطة كده، يعني نوطيها شوية. سبتها تهدى شوية كده وبعدين بقلبها كده من الطبق، يعني هي لسه ما بردتش. شايفين الدخان بتاعها البخار؟ ايه رأيكم بقى؟ شايفين الكيكة مرتفعة ازاي واللون بتاعها جميل جدا، ولا ريحتها بقى من بشر البرتقال اللي احنا حاطينه والفانيليا ريحتها جميلة جدا جدا. شايفين الشكل عامل ازاي وهشة فعلا وسفنجية، يعني المقدار ده بجد مظبوط على الشعرة. اعمليه بالطريقة دي ولا تزودي ولا تقللي، هتطلع معاكي انجح كيكة صيامي بالبرتقال، هتبقى معاكي فعلا جميلة جدا جدا. هقطع بقى حتة اهيت عشان نشوفها بقى من جوه شكلها سخنة. شايفين بقى هي بتدخن لسه سخنة ازاي؟ شايفين ايه رأيكم بقى في الجمال؟ شايفين هشة ازاي ومخرمة واللون الجميل بتاعها، يعني فعلا تحفة فعلا بجد، يعني شكل وطعم وريحة كمان حلوة جدا جدا. حلوة بقى في الجو البرد ده كده مع كوباية شاي في الفطار الصبح، بيبقى ملناش نفس كده للفطار، حتة كيكة كده مع كوباية شاي يعني حاجة فعلا عظمة يعني. شايفين الكيكة هشة فعلا ازاي؟ ومعلقة الخل كمان او معلقتين الخل اللي احنا حاطينهم بيساعدوا الكيكة ان هي تبقى هشة كده، وبيساعدوا في اللون كمان الحلو بتاع الكيكة. هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف عشان تمشوا عليها بالظبط. شايفين يعني حاجة فعلا مفيش اجمل من كده. امشي بالمقدار المظبوط ولا تقللي ولا تزودي، هتطلع معاكي انجح كيكة صيامي. تقطعيها بقى كده وتحتفظي بيها في اما في علبة بغطا عشان ما تنشفش منك، او في الطبق زي كده ولبسيها بقى كيس نظيف برضو عشان ما تنشفش. تقطعيها كده طرنشات بالشكل ده. شايفين الشكل حلو ازاي؟ والحتة اللي هي بالبني دي كده اكنها محشية، يعني عاطية فعلا شكل حلو. واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.